يا كحك العيد، يا احنا يا بسكويت، يا احنا عالشربطات، يا احنا الكوبايات يا احنا نفتلي فيهم، يا احنا والعندي فيهم. يا احنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. صلوا على النبي واذكروا الله. طبعا معانا النهارده ايه؟ هنعمل الكعك يا حبايبي. كل سنه وانتم طيبين. واول حاجه بقى هنعملها كده عشان نجهزها للكعك، ايه هي؟ هنجيب كده معلقتين في الطاسه كده سمنه بلدي، او على حسب براحتك يعني. لو مش متوفر سمنه بقى من الموجوده عندك، وهنجيب بقى شويه سمسم كده عشان نعمل بقى ايه يا حبايبي؟ خلطه الملبن. الملبن بقى هو ده العشق بتاع الايه؟ الكعك. كل سنه وانتم طيبين. نعمل شويه ايه؟ سوداني كده، نجرشهم كده في المطحنه، او لو ما عندكيش اعملي سمسم وجوز الهند او المتوفر عندك. انا بصراحه كان عندي شويه لوز كده، طحنتهم في الخلاط، في الكبه يعني بتاعه الخلاط، وشويه سمسم كده وشويه جوز الهند، وقلبتهم كده في معلقتين سمنه بلدي، اديتهم ريحه حلوه كده وتجلبتين حلوين كده. خدوا التحميصه الحلوه في السمنه البلدي على البوتاجاز كده، ونزلت بيهم فين؟ على الملبن بتاعنا. الملبن ده جدين، نص كيلو من الملبن. شويه صغيرين، هم شويه صغيرين يا حبايبي، بس على قد الكميه اللي انا هعملها. انا لو هعمل كتير كنت جبت اكتر من كده، بس انا عارفه انا هعمل جدين، فعشان كده جبت نص كيلو بس، على قد الكميه بتاعتي، وان شاء الله هيفيد منه برضه. جبت النص كيلو، فضيته كده في بوله، ونزلت بيه بقى بالخلطه الحلوه اللي انا عملتها دي بالسمنه البلدي والمكسرات. هنزل بيها على الملبن كده، وهقعد بقى ايه؟ اعجن في الملبن كده شويه عشان ادخل كل المكونات الحلوه دي في الملبن كده بالسمنه البلدي، ونعجنه عجنه حلوه كويسه زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هنظبطه وندخله بقى فين؟ يرتاح في الفريزر شويه علشان خاطر يشد شويه معانا، لان هو طبعا كده ساح من سخونيه السمنه والمكسرات. فاحنا عايزينه يمسك عشان لما نيجي نعمله كور كده صغيره، نعمله نحشيه كده في بتاع ده، عجينه الكعك، تبقى الملبنيه كده ماسكه نفسها ومش سايحه يا حبايبي. تاني حاجة بقى هنجيب بقى العجان بتاعنا كده، او في طبق لو مش عندك عجان. وهنعجن بقى الكعك بتاعنا. عبارة عن ايه؟ معانا الكيلو ليه نص كيلو سمنة يا حبايبي. طب انا هعمل كيلو ونص، هعمل كيلو ونص، هنعمل نص كيلو سمنة. يعني النص كيلو ده بمقادير كوبايات، 3 كوبايات سمنة. وهنعمل عليه كمان كوباية ونص للنص كيلو اللي احنا عملناه، يعني 4 كوبايات ونص سمنة. ماشي. وهننزل بقى بفانيليا كده بودرة، وهننزل بمعلقة صغيرة كده خميرة بتاع ده، خميرة فورية، وبيكنج باودر برضو معلقة صغيرة، اللهم صل على النبي، معلقتين سكر بودرة، وذرة كده من الملح. هي دي كل المكونات بتاعتنا اللي هي الجافة، هننزل بيها على الدقيق. ننزل بقى بالروايح الحلوه اللي احنا حابينها، اللي هي ريحه الكعك او ريحه برتقان او ريحه موز اللي متوفر عندك، او انت حابه تحطيه على الكعك وبتحبي تشميه في ريحه الكعك بتحطيه. طبعا انا كان عندي برتقان، ريحه البرتقان يعني وريحه الموز، فحطيت يعني ايه حبه صغيرين من دي وحبه صغيرين من دي، وقلبتهم كده. وهنزل بقى بالسمنه بتاعتنا الاول قبل ايه؟ قبل اللبن والميه. طبعا الكيلو ليه نص كوبايه من الحليب اللي هو اللبن، واللهم صل على النبي، نص كوبايه من اللبن ونص كوبايه من الميه، يعني الاتنين بنعجن بيهم. طيب لو العجينه لسه مثلا ناشفه وعايزه شويه مثلا ماده سايله، هنحط ميه مش هنحط لبن، عشان اللبن بنشف العجينه معانا. فاللهم صل على النبي. هحط كده ال4 كوبايات بتوعي سمنة، ولا 4 كوبايات ونص على الكيلو ونص ده، وهنقلبهم. وبعد كده ننزل بقى بالايه؟ باللبن الاول هنعجن بيه، وبعد كده هننزل بقى نزود بقى ميه براحتنا بقى، اللي انتوا اللي عند لما تلاقوا العجينه بتاعتنا مسكت نفسها كده كويس. وطبعا العجينه تلاقوها اتظبطت معاكم، ومش يعني ايه، مش مشججه كده من الجوانب، لما تيجوا مثلا تعملوا منها كره صغيره كده نلاقي الكرة دي مش مشججة، يعني تلاقوا كده العجينة مظبوطة. وكده خلاص تمام. طبعا احنا هنعجنها كده كويس زي ما انتوا شايفين، واهي شايفين بقول لكم كده من الحروف دي مش مشججة، يبقى كده العجينة بتاعتي مظبوطة. ماشي يا حبايبي؟ اهي هي كده. لما نيجي نعمل الكعكية هنعملها كده. فاللهم صل على النبي، هنسيبها كده بقى. احنا مش هنسيبها ترتاح ليه؟ لان احنا لو سيبناها ترتاح وتخمر ونرجع نبطها ونعملها ننجشها يعني، ونسيبها كمان ترتاح، يبقى كده خلاص يعني هتلاقي ريحتها خميرة خميرة صوفي. فاحنا الكعك مش بيخمر يا حبايبي. الكعك بيتعمل على طول
وبتسيبوه يرتاح شويه بعد ما بتعملوه، ايه بتسخنوا الفرن وكده، بيكون هو اساسا خمر لان هو فيه خميره. فاللهم صل على النبي، وانت عما بتنجشوا وتخلصوا بيكون اللي انت عملت الاول بيكون خمر. فاللهم صل على النبي. هنجيب بقى الملبن كده، هنسيب العجينه نركنها بس 5 كده، عم اعمل بس شويه الملبن ديلو هطلعهم من الفريزر. وبقول لكم بجيب الحته صغيره كده على ايدي وبعملها كوره كده، بعملها كده كوره صغيره زي ما انتم شايفين اللهم كده، صل علشان وسلم خاطر وبارك على نعملها في سيدنا الايه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. صلوا على النبي واذكروا الله وقولوا لا اله الا الله. طبعا هتعملي كده يا سوسن؟ طبعا احنا عشان الكعك يا حبايبي زي ما انتم شفتوا معايا، فهنقعد بقى نبطه كده، وملوكه بتعمل معايا الملبن بتساعدنا اهي. ملوكه بتساعدني. لحبايبنا اللي بيقولوا ادخلي يا ملوكه وتعلمي مع ماما في المطبخ الطبخ وكده. واحده واحده يا حبايبي، هم لسه صغيرين ولسه هيتعلموا، لسه ايامهم جايه كتير، مش تستعجلوا. بكره يقولوا يا ريتنا ما كبرنا. يلا الحمد لله، كل سنه وانتم طيبين، وربنا يعد علينا وعليكم الايام بخير ويمن وبركات. مش عايزين اهم حاجه ننسى اخواتنا وحبايبنا في غزه، ربنا ينصرهم نصرا عزيزا مقتدر يا رب، اللهم امين. ويكون عونا ليهم وسند ليهم في كل وقت وكل حين، اللهم امين يا رب. طبعا احنا بعدين يا حبايبي زي ما شفتوا معايا، استغل الوقت بقى يا حبايبي، والواد ملوكه نايم، بس ايه ادعوا معايا ان هو مش يصحى، ربنا يسترها. لان لو صحي هتابيض. احنا على فكره لسه قدامي ساعه على المغرب، يعني احنا في الوقت الحالي الساعه 5 وشويه، ولسه هعجن هنبش الكعك. فادعوا معايا بقى ايه انجز كده واصحى. طب انت عملت متاخر كده ليه؟ والله يا حبايبي انا من الصبح كان طبعا ايه شويه شغل كده وشويه حركات، وطبعا اللهم صل على النبي كان عندنا برضه النهارده سوق. وعما جيت وخلصت كده وشفت الاولاد وما اعرفش ايه، فكنت بصراحه مش كنت ناويه النهارده هتعملوا النهارده. فقلت ايه هعمل النهارده، ورجعت ايه قلت لا مش هعمل. عشان كده هو ده اللي اخرني يعني. ورجعت قلت لا خلاص والله ايه هستعيذ بالله كده، وهقوم اتنشط كده واعمل شويه الكعك ديله، عشان هفين عليه بصراحه. ووالدتي كانت طالباهم مني، بتقول انا هف عليه الكعك ونفسي فيه. فكل سنه وانتم طيبين، واكيد سمسمه هتعمل وسموره هتعمل وكلهم هيعملوا الحلو كله طبعا، وتسلم ايديهم كل سنه وهم طيبين. بس برضو قلت لازم اعمل كده يا حبايبي، يعني على قد معرفتي وده ابوك وامي برضو حبايبي كده، واخواتي وسلفتي وحماتي وكل الحبايب كده. وهفين عليا برضو حبه الكعك دي، فقلت اعملهم كده وانقشهم معاكم، وادينا ايه يعني ندردش كده شويه احنا والحبايب. طبعا شايفين الكعكه بتاعتنا ما شاء الله اهي. كان نفسي ابو ملك يبقى هنا موجود معانا النهارده بصراحه. الفيديو اللي فات السنه اللي فاتت يعني كان معايا، هو اللي كان بينقش معايا الكعك، فاكرين؟ لو تخشوا على الفيديوهات القديمه هتلاقوا ابو ملك هو اللي كان معايا بينقش الكعك معايا السنه اللي فاتت، انا هو بس. ربنا يبارك لنا فيه يا رب، ويجيب لنا بالسلامه، اللهم امين. وعايزه اوضح حاجه لحبايبي اللي بيسالوا دايما على ابو ملك، هو مش بيظهر معاكي ليه؟ هو موجود ومش بيظهر معاكي لا يا حبايبي، هو مسافر. هو ابو ملك مسافر في الاردن بيشتغل يعني وكده، فهو عشان كده مش موجود، واهو احنا لسه بنجيب في سيرته. شايفين والله اهو. فيلا الحمد لله، كل سنه وانتم طيبين. طبعا بقى يا حبايبي زي ما شفتوا معايا انا ايه ابو ملك يا دوبك احنا جبنا في سيرته ورن علينا على التليفون يا حبايبي. فحبيت اوضح للحبايب اللي دايما بيسالوا على ابو ملك هو فين ومش بيظهر ليه، وهو مش بيحب يظهر معاك ولا ايه. لا هو يا حبايبي هو مش موجود، هو مسافر. لو موجود كان طبعا ظهر معايا، وهو طبعا بالتالي كان بيظهر معايا في الفيديوهات. في اول ما فتحت القناه خالص كان هو موجود في الوقت الحالي، وكان دايما بيظهر معايا في معظم الفيديوهات، يعني طول ما هو موجود معانا هنا في الشقه كان بيظهر وكده. فعشان كده هو حاليا مش بيظهر معايا. واللهم صل على النبي. دايما برضو حبايبي بيسالوا هو هيجي امتى، الغيبه طولت، هيرجع امتى يا حبايبي؟ والله انا سايباها بظروفها، فهو الاخر مش عارف يعني، على حسب شغله. يعني هو على حسب شغله بيبقى ايه. طبعا بنزل شويه، وطبعا في برضو معاه ناس بيشتغلوا معاه، يعني هما بيروحوا، في ناس تنزل وفي ناس يعني ايه بتسافر، عشان طبعا المحل اللي هم موجودين فيه لازم يكون فيه هناك استبني يعني ماشي من الشباب اللي بيشتغلوا. فمش ينفع ان كله ينزل ودايما يبقى موجود هنا، لا هو بيبقى معظم الاوقات بيسافر بالسنه وبالسنه ونص كمان. يعني هتقولوا لي يا كتير قوي، هقول لكم هو كتير، بس هنعمل ايه حكم الجو على الضعيف. صاحب الشغل مش برضه يخليه ينزل بسهوله كده، لان عايزه دايما معانا في الشغل وكده، فبنزل لنا والله بصعوبه يا حبايبي. فيلا الله يعينهم ويقويهم وربنا معاهم يا رب، اللهم امين.
اكل العيش مر يا حبايبي زي ما بيقولوا. طبعا لازم يعني يشتغل وكده علشان خاطر هنصرف يعني وكده. منين هنجيب الحاجات الحلوه للحبايب دي منين برضه؟ ربنا يديله الصحه يا رب يخليه لنا، اللهم امين. طبعا ملوكه قالت يا ماما انا عايزه اعمل معاكي واساعدك. قلت لها خلاص يا ملوكه، انا ايه يوم ما اعمل الكعك هخليكي تساعديني، يعني ايه تظهري معايا وتساعديني، عشان ايه حبايبك دايما برضه بيسالوا عليكي وكده، وبيحبوا الفيديوهات اللي انت بتبقوا فيها، وهي كمان نفسها كل يوم تظهر معايا. بس بتبقى اوقات في ايه يعني، هي بتبقى في الدرس، لا شايله اخوها لا كده، ف اهي موجوده معايا. بحبكم جدا. هما كمان بيحبوك يا ملوكه جدا. يلا الحمد لله. طبعا برضو عايزه اوضح حاجه لحبايبي اللي دايما ايه بيسالوني انت قاعده لوحدك ولا في بيت لوحدك ولا كده. يا حبايبي انا قاعده في بيت عيله، ده بيت اهل زوجي اللي انا قاعده فيه ده، هم قاعدين في الدور اللي تحت في الدور الاول، وانا قاعده في الدور الثاني، وسلفتي قاعده في الدور الثالث. ولينا بيت قصاد البيت ده اللي هو بين اللي بينه الشارع الصغير ده، في بيت تاني ليا سيلفي الصغير متجوز هناك برضو. احنا 3 سلايف، واللهم صل على النبي، وبنتين لاخوات ابو ملك بنات متجوزين برضو، واللهم صل على النبي. فانا قاعده في بيت عيله، يعني مش قاعده لوحدي ولا في بيت بعيد عنهم ولا كده، انا عايشه معاهم. بس احنا طبعا متعزلين، يعني كل واحد قاعد لوحده، واحنا مش متعزلين من زمان ولا حاجه، احنا بقالنا فتره صغيره يعني، والحمد لله. بس احنا دايما برضو مع بعض في كل حاجه، ويعني ايه موجودين مع بعض يعني، وبنحب نشارك بعض في حاجات برضو كتير. بس مش لازم ان هم يظهروا معايا، لان هم طبعا يعني ايه مش حابين يعني يتصوروا، فعشان كده هم ما بيظهروش معايا يعني. فمش عشان هم مش بيظهروا كده يبقى انا عايشه لوحدي، ولا هم حبايبي وهم اهلي برضو. ولعلمكم انا يعني زوجي ده اساسا ابن خالي، يعني حمايه يبقى خالي، ابن خالة والدتي. فاحنا عيله ومش غراب من بعض وكده، وربنا يديم المحبه اللهم امين، ويسعدهم جميعا يا رب. حبيت اقول لكم الكلمتين الحلوين دول، ونتكلم مع بعض كده وندردش، لان انا بحب اتكلم معاكم. انتوا طبعا عيلتي الاولى والثانيه، وبيكم يعني ان شاء الله مكمله بلايكاتكم الحلوه ودعمكم الحلو وتشجيعكم لينا ان شاء الله. فطبعا لازم نشارك في كل حاجه حلوه او وحشه يعني، بس يعني ايه بالظبط زي ما بيقولوا كده، انتوا لكم ايه الفرح والحاجه الحلوه، مش لكم الحزن والزعل، لا انتوا لكم الطاقه الايجابيه بس. فربنا يسعدكم جميعا اللهم امين. وطبعا احنا بننقش الكعكه اهو، شايفين ما شاء الله العجينه تحفه تحفه، جربوها، ومقادير بسيطه جدا والله العجينه. وهنعمل فحره كده او حفره كده صغننه جوه، هنحشيها كده، هنحطها وهنقفل عليها كده العجينه زي ما انتم شايفين معايا كده اهي. بنحط الملبن في العجينه ونقفلها، ما بنظهرش بقى اي حاجه من الملبن، ماشي. وبنتك عليها تكه صغيره كده، وبنعمل ايه بقى، بننقشها بالنقشه اللي انتوا حابينها بقى، او باي مثلا حاجه. مش شرط المنقاش ده يعني يكون متوفر عندك، ممكن يكون عندك اي حاجه زي دي كده، انا لسه شاريه دي جديد، ممكن يعني ايه تطبعي عليها كده تديكي لون او نقشه. او في حاجات تانية برضو بتشتروها بتبقى متوفره عند بتاع مستلزمات الحلويات، كل الحاجات دي بتبقى متوفره عنده. واللهم صل على النبي. اعملوا كده شويه الكعك كده وفرحوا العيال والاولاد كده، كل سنه وانتم طيبين، ويعملوا بهجه كده وفرحه كده في البيت كده او في الشقه، تبقى حاجه تحفه والله العظيم، تبقى حاجه حلوه للاولاد، بيفضلوا فاكرينها دايما كل سنه. وربنا يسعدكم جميعا اللهم امين. تابعوا معانا الفيديو ان شاء الله يعجبكم، بحبكم في الله. يا كحك العيد، يا احنا يا بسكويت، يا احنا على الشربطات، يا احنا الكوبايات، يا احنا نفتلي فيهم، يا احنا والعندي فيهم. يا احنا. طبعا بنحب نغني كده واحنا ايه متجمعين كده يا حبايبي في الكعك كده. لما بنيجي نعمل الكعك بقى في الافراح والاعياد كده، كل سنه وانتم طيبين، لازم بقى ايه شويه اغاني كده وحاجات تشجعنا كده. ده بقى يا حبايبي كان المغرب خلاص يعني على وشك ان هو يأذن بصراحة، وانا قمت جهزت الفطار للاولاد وفطرنا كده. وعما فطرنا بقى قعدنا بقى سوينا الكعك ده، كان يعني خلاص خمر كده واتظبط، وحطيناه بقى ولعنا الفرن. وطبعا سوينا كده السجون دي زي ما انتوا شفتوا، هم مش كانوا كتير بصراحة بس حلوين ما شاء الله. سخن يا لولو، ايه رايك؟ سخن تحفه والله، طبعا عامله معاك. مش تكذبي، تعاملي معايا حسبي. شايفين شايفين يا حبايبي، امسكي كده تعالي نهى. شايفين الملبن؟ شايفين الملبن؟ ما شاء الله الكعكوية مليانة ملبن، مليانة ملبن بقى. ابو ملك كلها سمسم وسودان وفوق بتاع دي ولوز.
واب مالك بيكلمني يا حبايبي على التليفون، بصوا عينه من الكعكايه هينهبل. عينه من الكعكايه كده وهو هناك هينهبل. شايفين كعكايه دايبه دايبه وما شاء الله، مليانه ملبن، وهي مجرمشه من بره ومن جوه، وجميله جدا جدا جدا. شايفين الملبن باظظ من الكعكايه في ايد ملك ازاي؟ من كتر الملبن. ايه رايكم في الكعك بتاعنا؟ صراحة بقول صراحة جميل. تسلم ايدك يا احلى ماما. ايه رايكم بقى في شويه الكعك الحلوين بتوعنا دي؟ له كده تليفون، بصوا كحكايه ما شاء الله اهي زي ما انتم شايفين معايا، من تحت محمره ومن فوق، وبعدين انا محمرها شويه. يعني انا بحب الكعكايه بتبقى ايه يعني محمره شويه كده عشان تبقى مجرمشه. لسه طالعه، ودي كانت طالعه قبلها، ودي اهي. ايه رايكم كميه الكعك الحلوه بتاعتنا دي؟ بصراحه طبعا يا حبايبي مش ينفع ان انا اعمل الحاجه ومش مش هدي سلفتي وحماتي كل سنه وانتم طيبين. الحاجه الحلوه لازم نوزع منها. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يكرمكم ويرزقكم جميعا يا رب. هي لول مالك بقى يا حبايبي؟ ما اقول لكم عايزه انجلهم ما شويه كعك مش كتير، بس لازم نوزع على الحبايب بقى. يا رب الفيديو بتاعنا النهارده يكون بسيط وخفيف على قلوبكم كده، وتجربوا الطريقه الحلوه دي السهله البسيطه دي. والله العظيم مقادير مظبوطه، وكعكايه دايبه وجميله جدا وتحفه. يعني يا رب تعجبكم. بس الفيديو يكون عجبكم، بحبكم في